يا جوز بنتي، والستات عماله ملمومه عليه، بس هي ما بقتش شوقي، دي بقت احلى شيماء. بقت شوشو واحلى شيماء. مين اللي كان اكتشاف بالنسبه لك في مسلسل كلهم بيحبوا مودي؟ انا النجمه سلوى عثمان، انا برحب بيكي معايا في منطقه، مبسوطه ان انا بشوفك السنه دي وبتضحكينا السنه. ايه رايك بقى؟ اهو قعدتوا تعيبوا عليا تقولي بتعيطي اديني السنه دي الحمد لله بضحكوا. المشهد بتاعك انت وبتخبي ياسر جلال، محدش يقرب من جوز بنتي. ايوه هيقرب منه هقطعه. لا يا جوز بنتي، والستات عماله ملمومه عليه. لازم اخاف عليه. عايزه اقول لك مبروك النجاح ومكسرين الدنيا، وشايفه النجاح ازاي؟ انا شايفاه محقق نجاح كبير قوي مسلسل مودي، لانه برضو في وسط يعني هو تقريبا الوحيد الكوميدي جوه السباق الرمضاني. هي كيمياء ما اتفرجتش عليه الحقيقه، بس بعد رمضان بتفرج بقى على بقيه الحاجات، لان انت ما بتقدريش تتابعي، خصوصا ان احنا عندنا شغل. يعني انا بيبقى عندي شغل، هتابع ازاي؟ فبتابع مثلا مسلسلين 3 كده، وبعد ما اخلص ابتدي اتابع الباقي كله. ردود الافعال على السوشيال ميديا، انت بتحبي تشوفي تقري الكومنتات وتشوفي تفاعل الناس معاكم؟ بحب طبعا يبقى الكومنتات حلوه، بس حتى لو في كومنت مثلا مش عاجبني بقول ده راي الناس، يعني كل واحد له رايه. بس ما يعني انا مثلا بعمل قلوب للناس اللي بتقول لنا شغلكم عاجبنا، بتبسط ان الشغل عاجبهم فبعمل لهم قلوب. اللي بقى ببص الاقيه مثلا مش عاجبه بعديه، لكن ما بردش على الحاجات. طيب معاكي ايتن عام طالعه بنوتك، وشوقي عامل دور شوقي، بس هي ما بقتش شوقي، دي بقت احلى شيماء. بقت شوشو واحلى شيماء، بقت رقيقه وجميله. وهي حتى وهي شوقي كانت بنت عقلانيه، بتاعت شغل وفي نفس الوقت مش بتطجن، يعني اللي هو واحده واقفه في مذبح وبتتعامل مع عمال وعجول وبتاع، مع ذلك ما كانتش بتطجن في الكلام بالمخ. مش بالتطجين والكلام او الزعيق او كده، لا مخها هو اللي مشغل المساله. التعاون مع ياسر جلال، هل ده لاول مره تتعاوني مع ياسر ولا قبل كده تعاونتي معاه؟ لا انا مش فاكره قبل كده، بس بالنسبه لي انا مبسوطه من المره دي. يعني انا مش فاكره اذا كنا اشتغلنا قبل كده ولا لا، بس اللي انا مبسوطه منه ان هو بيعمل كوميدي، وان انا معاه ده حاجه حلوه قوي، لانه ياسر في اللوكيشن شخصيه عظيمه جدا، جميل ومهذب وعلى طول بيضحك مع الناس، وما عندوش اللي هو مثلا بينزوي لوحده، لا هو بيحب كل الكاست. طيب مين اللي كان اكتشاف بالنسبه لك في مسلسل كلهم بيحبوا مودي؟ انا حلوه. لا بصي يعني اجابه بعيد خالص. دي حقيقه اكتشاف لينا، لان احنا عارفينك في الحقيقه ان انت شخصيه فكاهيه وبتحبي تهزري، بتحبي تتعاملي مع الناس، مش الشخصيه اللي بتطلع في الدراما. لا انا طبعا بحب الناس وبحب اتعامل معاهم وبحب ان احنا اهزر مع الناس واكلمهم وكده، بس انا مبسوطه. يعني مش بقولك انا غرور، يعني انا قصدي اقول ان انا مبسوطه ان انا عملت المسلسل ده قوي مبسوطه قوي والله. عايزه اقول لك طبعا مبروك على اب ولكن، ومسلسل كده من المسلسلات اللي هتوجع قلوبنا في النص التاني، تقولي عنه ايه؟ بصي هو قضيه اجتماعيه مهمه، لانه الاب برضو زي ما الام ليها الحق ان هي تبقى اولادها في حضنها، الاب كمان من حقه انه على الاقل يوم او 2 يبقى ابنه او بنته معاه في البيت مع جدته. وانا كجده للبنت اللي في المسلسل محتاجه ان بنت ابني تبقى قريبه مني، لانه طبعا اعزم الولد ولد الولد، فانا ببقى برضو عندي نفس الاسى انه بنتنا مش في حضننا، وانه من حقنا ان احنا مش مجرد نشوفها في شارع ولا في نادي ولا بتاع. من حق الاب كمان ان هو يبقى بنته او ابنه يبقوا معاه في البيت، ويباتوا معاه ويقوموا معاه ويفطروا معاه يتغدوا معاه، يعني يبقى يديلهم من شخصيته برضو حاجات. تقولي ايه عن محمد فراج والشغل معه؟ جميل محمد فراج جدا، وبصراحه المسلسل يعني حلو. اللي ناويه مرتبه له ان انت تبقي حريصه تتابعيه بعد ما اخلص؟ لا لسه مش عارفه بقى، على حسب ما انا لسه ما شفتش حاجه خالص، فان شاء الله على حسب اللي هشوف ايه اللي هيتابع بعد رمضان، لسه ما اقدرش اقول لك حاجه يعني.